هنعمل مع بعض النهاردة أحلى مكرونة سريعة جدا لجوع آخر الليل أو لأي وقت تحبيه. جميلة جدا وهتعجبك، وتعالوا نشوف الطريقة. سهلة وبسيطة وهتعجبك أوي إن شاء الله. نسمي الله ونبدأ. أول حاجة أنا عندي الطماطم، حطيتها في مية مغلية وقشرتها وقطعتها قطع، وعندي فلفل حار وبارد وعلى حسب الرغبة، وعندي صلصة طماطم، وعندي توم قليل قوي مش كتير، وعندي ريحان وزيتون أي نوع تحبيه، وعندي توابل بابريكا واوريجانو وفلفل اسود وكمون وكزبرة ناشفة، والمكرونة بس تكون نوع كويس اي شكل تحبيه. عندي الطاسة او الحلة هحط لها زيت، واول ما يسخن هنزل بالثوم وتقليبة كده، وهنزل بالفلفل تقليبة كمان، وهنزل كمان بالصلصة الطماطم. طبعا الكميات على حسب الرغبة. بعد كده ننزل بالريحان والزيتون اي طبعا كمية تحبيها، واي نوع تحبيه من الزيتون. والريحان ده فريش، انا كنت حاطاه في الفريزر. لو في اي نوع عندك براحتك. هنحط بس حبة مية صغيرين، وننزل بالتوابل ونقلبهم مع بعض، وبعد كده نحط الطماطم منزوعة القشر ومتقطعة، وبعد كده تقليبة، ونحط المكرونة الكمية زي ما نحب. تقليبة كده ونظبط الملح، ما تحطيش ملح كتير بس عشان خاطر حاطين زيتون. ونحط المية لازم تكون مغلية، هتبقى فوق المكرونة كده بأقل من عقلة الصباع، ونغطي عليها. ومن وقت للتاني لازم نقلبها عشان ممكن تلزق، لان احنا طبعا مش سالقين المكرونة، فلازم نقلبها كل شوية، وطبعا بنكون موطين عليها عشان ما تتلسعش من تحت. وكده بقت جاهزة معانا، جميلة جدا ومفيش اسرع من كده، اكلة تحفة. هنحطها بقى في الطبق بتاعنا، ونقدر ان احنا نحط لها كمان جبن قبل ما نطفي عليها، او نحط على الوش جبن ونحطها تحت الشواية تاخد اللون الحلو، وتبقى كده جاهزة معانا. جميلة جدا وبالهنا والشفا. اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في قناتي على اليوتيوب وصفة هدير سعد. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.